الحكم في اجل معجول، الاجراءات الجنائيه كذا، النجاح، الا جينا ما تقلقوش مني الساده، من حقي نسولك، انا متهم راك غادي بيا للحبس وخليني ندافع على راسي، لقيتيني كندافع على شي حاجه هذا كيعنيني، يعني تمست حياتي وعندي مسؤوليه ديال الاولاد، عندي مسؤوليه مهنيه تجاه المغاربه كواجب صحفي خصني ناديه عندي، اذا الضرر كبير، انت من حقك تاخذ الاجراءات اللي بغيتي ما ندخلكش فيها، انا عندي حق نناقش معك وبالادب، لا شتيني قللت الحياه لا عليك ولا على المحكمه، انا راه الاشاره كنناقشكم بمنتهى وغايتي اغناء النقاش العمومي. هذا واحد المعركه ما بين الصح، انا واخا يوكلوني الصحافه، هذا ضميري، انا دابا كناخذ معركه قانونيه لفائده الصحافه المغربيه، حيت كلهم هاد المواقع عندهم اليوتيوب باش ما يطيحوش في هذا الشيء. اليوم كناخذ معركه هنا خصهم يفهموها الناس. اذا السيد وكيل الملك شي مجرد طرح، لو كان اليوتيوب ما كيدخل اش يسول وكيل الملك؟ اذا الوكيل الملك مقتنع، السيد وكيل الملك، بان اليوتيوب حتى هو مشمول بالصحيفه الالكترونيه، ودليل هو التعليمات. قال لهم الفرقه الوطنيه يقولوا لي واش هنا ولا هنا. الفرقه الوطنيه كان خاصهم يعيطوا لي، حيت انا اللي عارف الروابط، انا اللي عارف علاش درتها، واش هنا بزاف د الحوايج كنت غنوري الشيك وعيطوا لي الفرقه الوطنيه، كانوا غيقتنعوا بانني قانون صحه ونشر، وبالتالي ما كانش غنمشي للمحكمه، حيت ما عيطوش ليا ومعطيات عندهم ناقصه، مشيت للمحكمه وغنمشي للحبس مثلا. اذا ما ساعدونيش في البراءه، كوعيطوا لي كانوا يساعدوني في اتجاه البراءه، وعيطوا لي ولا السيد الوكيل يقول لهم عيطوا له معني بالامر، هذا راه متهم، قولوا له فين هو اللي معني. هو انت دابا كتقول لي مثلا هاد الدار عندك شنو عندك فيها؟ الكوزينه في حاطها، فين حاط السدادر، فين حاط بيت النعاس؟ انا مول الدار اللي عارف فين حاطها، وخدتي انت خبره ماشي بحالي انا تسولني معينه فين عندك هذه وكيفاش هذه، غنعاونك في البحث، ما غنلزمك علاش استغنيتي عليا في البحث؟ سؤال، علاش استغناو عليا في البحث؟ شنو الضرر اللي المركوب غنمشي من عندي بالفلوس للدار البيضاء وارجع بفلوسي؟ شنو عطيوني شي ضرر مثلا نقولوا ضرر غنضيعوا على الوقت، انا مهم وحريتي مهدده ومقاوله والصحافه وصوره المغرب، علاش زعما ما عيطتوش ليا؟ ما هي معلاش؟ وها انتم تحتوا انها فقط، انا كنقول لكم ماشي فقط، يلاه كي غنديروا؟ واش كيسحبكم ساهله ملي تحكم عليا من الناحيه النفسيه حنا واسرتنا وعائلتنا؟ صحابك هادشي ساهل زعما؟ واش عندك زعما شي ضمانات انت راك صحابك ساهل هكا زعما تحكم على الانسان ويبقى ينعس في الليل عنده عام ونص وغيبقى ينعس وديجا عنده 3 سنين دوزها ظلما وعود، زيد وعندك هو نعس وما تناقشش وما تهضرش، ومشينا للمحكمه الموقره غدا غنجي لهذا الموضوع، كتقول كلش ما عنديش انا سلطه على المحكمه تختار اللي بغات، ولكن انا كاين حوايج كتبان لي مهمه ما تقالش. وشنو وعاود ثاني ملي كنت في المحاكمه الاولاد كازا كنقول كلشي وما كنلقاش ما عندنا السلطه على المحكمه، من حقها تاخذ اللي بغات وما يمكنلاش تمشي معنا فيما بغات، كاين واش محدده هذه العمليه، كاين حاجه منتجه، انا عاطيني البراءه مثلا كتبان لي انا، المحكمه ما كتبان لهاش، هذا السلطه التقديريه ما يمكنش ندخلوا فيها، ولكن انا كواحد كنحس بها كنضر فهاد لان كيبان لي شي حاجه حاسمه مثلا. اذا السيد وكيل الملك المحترم اش قال لهم شوفوا لي هنا ولا هنا، اهم فكره في هذه واخا قال لهم حنا كنعتمدوا على اليوتيوب صافي، والا علاش يسول السؤال؟ ما يسول ملي لقى اليوتيوب ديريكت القانون الجنائي، علاش يقول علاش يضيع الوقت؟ السؤال علاش من فبراير حتى اليوليوس عاد طرحت السؤال، علاش ما دارش هذا السؤال في التعليمات من الاول يسول؟ يعني هذه الفكره انا بغيت نسول كيفاش النيابه العامه جات هذه الفكره المحترمه، كيفاش جاتها في يوليوس، كيفاش يعني فكر، انا من حقي نسول علاش ما فكرتش فيها في الاول؟ واش هنا ولا هنا؟ من جهه زعما هذه الفكره وحنا من حقيك ضاع الوقت، شوفوا له واش هنا ولا هنا، وشوفوا له كانوا يعيطوا لي ما كناش نعيشوا هذا الشيء، ما كناش نشوفوا هذا النقاش.